تطلع لك حته ثانيه. يعني انا طب كان عندي انا بس هقطع اتفضل. ونكمل. احنا معانا الدكتور نشأت الهلالي مساعد وزير الداخليه. اهلا بسيادتك معانا. اهلا بيك. حضرتك احنا لاول مره بنسمع ان هناك اضراب من الشرطه وبهذا التوسع 30 اسم في 12 محافظه. راي سيادتك ايه كمسؤول كبير في وزاره الداخليه؟ هو شوف حضرتك، نتيجه التراكمات خلال الفتره السابقه ونتيجه شعور رجال الشرطه سواء ضباط او افراد ان كل حمل الاخطاء الخاصه بالفتره السابقه جهاز الشرطه بمفرده يتحمل، هو اللي بيتحمل توابعه. واعتقد هذا لا يصح. المفروض هناك اجهزه متفرقه في الدوله، هناك اجهزه متعدده في الدوله هي المفروض تحل المشاكل الخاصه بالصراعات السياسيه، والمفروض الداخليه لها علاقه بهذه الصراعات وتتفرغ لخدمه المواطنين وتحقيق خدمه الامن العام اللي الدستور والقانون نص على ان ده الاختصاص الرئيسي لجهاز الشرطه. جهاز الشرطه المفروض بعيد عن الصراعات السياسيه، لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي ان توابع الصراعات السياسيه اللي بيتحمل مسؤوليتها حاليا جهاز الشرطه، وبيتحمل ما يترتب عليه من اثار سيئه بالنسبه للمجتمع باسره. طب حضرتك يعني احنا متعودين ان في اجهزه كده، يعني اجهزه نظاميه منضبطه. جهاز الشرطه يعني في تكوينه المفروض جهاز منضبط، فيعني وجود اضراب في يعني في هذا الجهاز السيادي المنضبط زي ما شيء يخوف شويه. ما هو الشرطه جزء من المجتمع المصري وبتعاني مما يعاني منه المجتمع المصري في هذه الاونه. الشرطه حينما فعلت هذا لم يكن لهم مطالب فئويه كباقي الاجهزه الاخرى، انما هدفها دلوقتي لو الشرطه بتنزل ما فيش معاها سلاح، والانسان اللي بينزل المظاهره او ينزل يقتحم منشاه مسلح باسلحه كثيره كيف يتسنى؟ رجل الشرطه معاه يا اما طلقات الدفع اللي هي بتعمل صوت الارهاب اللي قدامك بس تخويفه، او قنابل الغاز. ماذا يفعل هذا؟ ده في ناس استخدمت الجرينوف. طب حضرتك كان عندي استفسارات. تكافؤ. طب حضرتك كان عندي استفسارات كتيره من المواطنين. لو انا انا في منطقه الشرعي عن نفسه. تمام. طب حضرتك انا عندي استفسارات من المواطنين. لو انا في منطقه الاسم مغلق وحصلت لي مشكله، اعمل ايه او اتصل بمين او ايه التصرف كمواطن؟ بص انا معاك ان هذا الوضع من عيوبه الرئيسيه اللي هيتلقى تبعاته واعباءه المواطن العادي. معلش، انما كان لابد، هم رجال الشرطه فكروا كان لابد من وسيله لكي يصل صوتهم الى الجهات المسؤوله ان هم دلوقتي حاسين ان هم في ورطه بيعتدى عليهم ومش قادرين يدافعوا عن نفسهم، كل يوم بيسقط منهم ضحايا. فبالتالي كان لابد من ان صوتهم يصل الى الجهات المسؤوله. طب انت شايف ان الموضوع ده كان يستمر قد ايه؟ يعني هينتهي مثلا بكره بعده؟ الرئيسيه حفظ الامن، اما الصراع السياسي فليس لهم علاقه به خالص. طب حضرتك هو موضوع الاضرابات دي ستنتهي امتى يعني؟ انا اعتقد ان في امور بتتم احنا ما نعرفش التفاصيل ايه، احنا لنا النتائج اللي بتعلن في النهايه. وطبعا ما فيش حاجه بتستخبى. يوم ما هيتم الاتفاق على وضع معين، واعتقد ان في يعني هيبتدي في نوع من المفاوضات بتتم دلوقتي لكي تعود الامور الى نصابها الصحيح. طب احنا بنشكر سيادتك. مش احنا اللي نطلع على الكلام ده، الكلام ده بيتم اكيد وهنعرف كده. هنعرف